السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صادقات الحكومة المغربية اليوم على رفع التعويضات العائلية للأسر المغربية وبأثر رجعي من فاتح يناير 2023. هذا القرار جاء بعد ما قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي مشروع المرسوم رقم 7152 واللي كيهم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي هو سينيسيس. كيترجم الالتزامات اللي خدات الحكومة ضمن اتفاق 30 أبريل 2022 مع النقابات، وغادي يتم رفع التعويضات العائلية على الأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريا. والأجمل في هذا القرار أنه غادي يطبق بأثر رجعي من يناير 2023 بحال الموظفين ديال القطاع العام، وهذا الشيء كيعني إنصاف وجراء القطاع الخاص وتقليص الفوارق بين الفئتين. القرار كيعكس إرادة حقيقية من الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الدخل الأسري. وخا الوضع الاقتصادي صعيب، إلا أن هذه الخطوة كتعطي رسالة ثقة واستقرار في سوق الشغل المغربي. باش توصل بأي جديد المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك، وشكرا، إلى اللقاء.